مرحبا بكم في تكنوفنا. ديالي. دونك سي عدنان، باش غادي وي نبداو؟ غنبداو بواحد الضيف اي ثينك ضيف من بلاد عزيزه من المنطقه المغاربيه. اي ثينك عيد الشن اول كيفاش غنقول نورمالمون حنا في بيكس بلا كيف ما كعارفين ديما انه كونتنت بالدارجه للمغاربه. وديما وي هاز تو هوست مغاربه سواء اللي عايشين في المغرب ولا عايشين برا المغرب. هاد المره هذه كاين واحد الاكسبشن، حاجه جديده. حنايا صراحه فرحانين بهاد القضيه هذه انه غيكون عندنا ضيف لاول مره من تونس، من تونس العزيزه. شاب اللي عايش على برا. هو اليوم جا واختار انه نقول لكم شي كنشكروه بزاف حيت قبل وفكر انه يسبميتي التولك ديالو في جيكس بلا بلا. اند فوق من هادشي هذا كامل وعدنا انه غادي يعمل ايفورت باش يتعود بواحد اللهجه ديال الدارجه اللي هي بيضاء باش انه يكون مفهوم. اي ثينك حنايا المغاربه كنفهموا التوانسه والتوانسه كيفهمونا. دونك انا شخصيا فرحان بزاف، انه يكون عندنا لاول مره ضيف ماشي مغربي وغادي يهضر مع نهضروا في التيك، نهضروا على تو سكي واخا هو التوك ديالو شي شويه تيك شويه سوفت سكيلز. دونك اي ثينك بلا ما نزيد نطولوا نطلعوا الضيف ديالنا السي ايوا. ماهر. السي ماهر الحنفي. الناس الكل مرحبا بكم. المهم غادي نستمتعوا باللهجه التونسيه، دونك ديروا شي ريفريش. يا ان شاء الله بعد سي ماهر السيشن مرحبا بك. نحكي بالتونسي ان شاء الله. المستمعين الكل يوليو يحكيوا بالتونسي باللهجه التونسيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اذا كان سي ماهر، اذا كان ممكن عاودنا بجوج دقائق كيفاش فكرتي انك تصابتي التوك ديالك جيكس بلا بلا بعد مين كتعرف جيكس بلا بلا؟ اذا كان ممكن تهضرنا على هذا الاكسبيرينس هذه ولا هذه القضيه. اي والله شفت الكونفرنس معناها في البلاتفورم اللي نستعملها تو سبيك، معناها ديما انا اي فولو opportunities تو سبيك. دونك لقيت الايفنت، دخلت عليه اسمه، تعلمت معناها عرفت الكوميونتي جيكس بلا بلا كوميونتي. دخلت شفت الفيديوز على اليوتيوب الويب سايت وكل شيء. دونك فبالنسبه لي انا كانت كوميونتي اكتيف، عجبتني، تعلمت منها حاجات. اجا اخي قلت برا let's go let's do it. I want to speak to this community. عندي topics that might be relevant. الناس المستمعين يحبوا يشوفوا different perspectives to career developments, technologies، معناها كل شيء كيفاش تعمل الكارير نتاعك، كيفاش تخمم فيها early on. خاطر احنا ديما عندنا ديما نخموا بعد ما الاحداث تصير، فهمت؟ بعد ما تتخرج من دراستك تقول اوكي هاي توا كملت، انا لسه معناها كملت الاديوكيشن تاعي في باث باش نخرج نخدم في الباث هذاك. دونك اتس ا ديفرنت برسبكتيف. ان شاء الله تكون انسبايرينج توك و open to questions وفيدباك من بعد. الاوبجيكتيف اللي هي نعطي a good boost for energy motivation to the audience. وفرحان برشا اللي انا اول معناها سبيكر ماهوش مغربي يتكلم اليوم. ان شاء الله تفهموني. overall it will be mixed between Tunsi والانجلش. otherwise معناها very excited to be here. excited بزاف. let's do it. لا ما تخافش، راك مفهوم جدا. يوسف اهلا فهم، انا بدا كنفهم حتى الناس في لي كومونتير ترحبوا بك. مرحبا بك سي ماهر. سو اي ثينك اخي يوسف قبل ما نزيد نطولوا وي هاف تو ليف ذا فلور لسي ماهر. اند دعي معايا واش ما جود لك اليوم 5 ساعات ماشي سهله. هذا ما كان بحق في نفس الوقت ام هابي تو هوست هذا الابيزود هذه بابلا كونف 5.0. اليوم نهار ديال الباك اند غادي يكونوا بزاف ديال التوبيك نهضروا على بزاف ديال الحاجات صراحه. اوريدي الهضره اللي كنقولوها كل مره وي ار سو سوري، كنا عندنا بزاف ديال السبميشنز بعد ديال خصنا كوزو 12 و 13 ديال التوبيكس ولا ديال التوركس. شكرا بزاف. في كل الاحوال كاينين some topics اللي we find them nice, so ديجا بروغراميهم كوم جيكس بلا ايبيزودز. الناس اللي هما سبميتاو وما كانش عندهم opportunity انهم يدوزوا، باقي ان شاء الله تكون عندهم opportunity ان شاء الله. عند الشرف لنا انهم يدوزوا في جيكس بلا ايبيزود اللي كتكون كل احد. سي ماهر ما نزيدش نطول عليك، نخلي لك الخشبه and this is your layouts and I will disappear and good luck. Thank you عدنان.
باهي ننطلقوا. دونك let's make sure the layouts are good. Perfect. سيدي عسلامة الناس الكل. اسمي ماهر حنفي، أنا Senior VP of Engineering في شركة اسمها Betterworks موجود في سان فرانسيسكو كاليفورنيا. اليوم التوك متاعي الكينوت is about passion driven engineering journey of continuous growth and impact. الفكرة الكل كونه معناها we're gonna be looking at how you build up your career, how you think about your career ahead of time. ديما المشكلة اللي تصير اللي كونه الكاريرز متاعنا they are just معناها line of events happening. دونك يصيروا على من غير ما نخموا فيهم برشا، من غير ما نعملوا planning ahead of time. And I hope this معناها الكينوت هذه it's an opportunity للناس باش تسمع وتشوف different perspective, different approach to career growth. focused على الباشن، معناها الهدف هون يكون الحاجات اللي تحبهم، الحاجات اللي مغرومين بيهم، تحاول تستعملهم باش تنجح في الكارير نتاعك. quick intro. دونك كما قلت لكم اسمي ماهر، عسلامة الناس الكل، تونسي as you can see. دونك عايش في سيليكون فالي. هوني كنت معناها I had opportunities to work as a VP of engineering, senior VP, CTO. خدمت في different معناها disciplines. خدمت في الجيمنج، خدمت في الموبل cloud distributed systems and most recently AI. هذا اللي الناس كل تعرف اللي ال AI تو ماخذه هايب كبير وفمات معناها a big trend with generative AI in particular. دونك تاخذ لي في برشا من وقتي، من الانترست نتاعي، نجم نقولوا زاد سي ما نوفيل باسيون. دونك فريمون اتر معناها on the forefront of technology when it comes to AI. خدمت برشا في B2B businesses SaaS اللي هما software as a service. دونك هذوما معناها when you work on software كيما هكا ديما you have higher standards of development. you have الانفيرونمون بتاعك يبدا اصعب، عندك limitations، عندك حدود، عندك customers يستناو they have high expectation. دونك تخدم في البي تو بي والساس you build up stronger technology knowledge and also معناها en général you get exposed to different kind of technologies especially on the back end. في الكارير نتاعي زاد واش نحكيهم بعد شويه. دونك انا entrepreneur زاد، عندي شركه في تونس و I was co-founder في شركه اخرى. الانتربرونيا جات ما كانتش هدف، ما كانتش حاجه معناها I planned for first. اما كي باش نشوفوا تو بعد في الكي نوت باش تلاحظوا اللي الانتربرونيا جات كنتيجه لحاجات اخرين اللي ما كنتش نخمم فيهم. unexpected grounds that led to entrepreneurship. دونك ان شاء الله بعد نشوفوهم. je suis aussi advisor et mentor et في الاخر le most importantly je suis معناها I'm a video gamer. دونك كنت نلعب برشا فيديو جيمز et that's gonna take a lot of my keynote. دونك باش تشوفوا اللي باش نحكي برشا على الفيديو جيمز وعلى كيفاش غرامي باللي جو فيديو il a pratiquement défini ma carrière. next. دونك الهدف كما قلت لكم الهدف نتاع السيشن اليوم اللي هو to inspire الاودينس الماروكان community to think about الكارير نتاعكم differently, to plan for it و to embrace your uniqueness of the journey. خاطر كل واحد كارير نتاعو مختلفة على الآخر. donc you need to embrace that وتاخذ بال skills that you have different from others وتستعملهم to make a better choices في الكارير نتاعك. الحاجه الاخرى اللي how you really leverage الكارير نتاعك، leverage الباسيون اللي عندك. تنجم تكون مغروم بالتك، تنجم تكون مغروم بالفيديو جيمز، تنجم تكون مغروم بالسبورتس، بالارتس، بالساينس، ولازم تستعمل الحاجات هذوما باش يعاونوك في الكارير نتاعك. خاطر كيما باش تشوفوا بعد من اهم البيلرز نتاع السكسس هما تبدا تخدم على حاجه باسيوني بها. اخر حاجه هي commit to your growth and potential. معناها كلنا عندنا بوتنسيال كاشي، كلنا عندنا اهداف وطموحات وانسبيريشنز. دونك لازمك تستعملهم، هذوكم تستغلهم باش تعمل احسن معناها تاخذ you get the best of your outcome for your career. Donc next I will be talking about the engineering within, leveraging passion, embracing pivots. donc باش نحكي شويه كيفاش الكارير نتاعي بدات وين وصلت وشنو هما الحاجات اللي يزون ماركي لا كارير نتاعي وشنو هما لي بيفو لي شانجمون اللي صاروا في الكارير نتاعي along the way. To answer that question, the best way to express it was to come up with a diagram. As a software engineer myself, ديما نحب عندي الفيجوال ثينكينج حاجه نستعملها برشا to express myself. اسهل لي باش ما نقعدش نتكلم ولا نكتب، اسهل لي نعمل diagrams، نعمل visual to represent something. والvisual they kind of represent my career.
and my inspirations. دونك الاريا اللي تشوفوا فيها في اليسار الفوق الصفراء that's my kind of video gamer background. لعبت برشا فيديو جيمز من التسعينات وانا العب في الفيديو جيمز especially FIFA, Need for Speed, واكثر واحده معناها كيما بحكي سيتي وورد اوف ووركرافت. لعبت وورد اوف ووركرافت 8 سنوات. وكي نقولوا لعبت وورد اوف ووركرافت it's a massive multiplayer online video games. كي لعبت وورد اوف ووركرافت راني I'm talking about more than 10 hours a day 12 hours a day of gaming. معناها حتى وانا was a student نقرا في الانجينيرنج نعدي اكثر وقت نلعب في الجيم than reading and learning in school. دونك الاريا ذيك كان تشوفوا at the same time I was doing telecom engineering في تونس. دونك انا كنت انجينير اون تيليكوم نتعلم في توسكي واي في لي زونتين لي كومونيكاسيون تريتمون سينيال اتسيتيرا فيبر اوبتيك. دونك I had a different kind of passion at the time and that was my education. ومن بعد à un certain moment خرجت لكندا باش نعمل البي اف ام تاعي في الفيبر اوبتيك. mais j'avais un moment a pivotal moment where I said انا مغروم برشا بالفيديو جيم نلعب برشا جيمز نحب نولي I make games. دونك الفكره كانت what should I do to get there. شنو الحاجات اللي لازم نتعلمهم to be considered a video game developer. دونك بيني وبين روحي قلت اوكي I need to learn معناها شفت الجوبز opening في الفيديو جيم كومبانيز شفتهم طالبين C++, OpenGL, graphics, mathematics, algebra. دونك التيوريك عندي المات والالجبرا والجيومتري all عندي. دونك لازم نتعلم programming. دونك لقيت opportunity في كندا باش نعمل master degree electrical engineering وتدخلني الفيديو جيمنج. دونك it was traitement d'image plutôt que traitement de signal. الحمد لله معناها I was committed to that. I got the opportunity. The master degree was sponsored by Ubisoft. دونك كنت نشتغل على R&D projects for Ubisoft, the video gaming company. في الوقت هذاك تعلمت السي بلس بلس والاوبن جي ال. ولما خلصت الماستر وليت نخدم في الكترونيك ارتس building games like FIFA, Need for Speed, games اللي انا كاتبهم غادي كنت نلعب بيهم وانا صغير. دونك بديت نلعب في فيفا عام 93. بعد 15 سنه I was working on FIFA. Donc that was kind of a pivotal moment where اول مره في حياتي نقول بون هذا كانت باسيون كان غرام. Look at me now, I'm working on it. Donc that was the trigger for me to really believe in myself and think that كي نبدا مغروم بحاجه if I have a passion نجم نتبعها وتنجم تزني البلايص. Donc at the same time I was a game developer working on graphics and video games. All that was good. I'm very passionate. وبعد early في السنوات 2005 2006 2007 الموبيل بدا يولي technology that is interesting. Donc I followed that passion. It became a new passion. We started learning to do side projects. I made a lot of games or a lot of apps on mobile. وبعد my career وليت in mobile development. وبعد I was an engineering manager وبعد an engineering leader. Again, donc هذا كله تشوفوا فيه توا it's تنجم تقول هذا السي في نتاعي in a diagram in a visual representation. باش ندخلوا اكثر في التفاصيل بعد شويه. Donc moving on to the next slide. Donc هذه les événements اللي الحاجات that led me to turn from being a gamer to being a game developer. كما قلت لكم كنت نلعب برشا فيديو جيمز. عملت ماستر دخلتني شويه في الانفايرمنت نتاع C++, OpenGL, graphics. I did side projects and a year and a half later I was making these games. Donc الباسيون نتاعي vraiment tourné en my day job. الباسيون نتاعي ولات الكارير نتاعي. Another thing that happened at the same time, I was thinking as a gamer, I ended up acting like an entrepreneur. Donc كي كنت نلعب في الفيديو جيمز هذوما الكل I was obsessed with like really the games to the point that when I started learning mobile technology early on قبل وقتها مازال فما أول أندرويد وأول آيفون. I started learning Android و iOS. I started making apps for myself. وبعد الابس هذوما حطيتهم في الاب ستورز. و few years later, long story short, الابس اللي عملتهم هذوما ولاو نمبر 1 globally. وقتها على ليبوك تدخل تلوج على بلاي ستيشن، تلوج على ديابلو، تلوج على اكس بوكس anywhere globally. الابس نتاعي were number 1. I had millions of downloads. معناها دي مليون d'utilisateurs. I was making money on the side معناها from these side projects. ووقتها وين اكتشفت الانتربرونيا كم معناها par chance. C'était pas vraiment planifié. Next is how the gamer mindset helped me to build a secret weapon for leadership. Donc باش نحكي لكم شويه على World of Warcraft كيفاش معناها كنت نلعب. I was a guild master. Guild master معناها انت البوس نتاع I was boss نتاع 200 250 member in the team.
So I was really trying to build a high-performing team. These are the analogies. اللي هم unexpected skills I was developing at the time that helped me in my leadership career بعد. كي كنا نلعب World of Warcraft كنت نعمل في التيمز بتاعي ونحسن فيهم ونقول لهم okay, we need to go to the next level, we need to beat this boss, we need to make more progress. Donc early on, before معناها قبل ما نولي engineer وقبل ما نولي manager وقبل ما نولي engineering leader, I was developing leadership skills like managing, building high-performing team. I was adapting to change. كل شيء كان يتبدل في الجيم، في العباد اللي نلعبوا معاهم يمشيوا ويجيوا، الجيم يتبدل كل مرة يزيدوا حاجة new versions. Donc I was easily accepting the fact that things change in an environment. وكما تعرفوا في leadership من بعد things change really often. Communication. توا نحكيو على remote work و communication و offline online. At the time كنت أنا واحد من الأقلية اللي هم ما همش معناها French speaking, native speaking. نلعب في video game. I manage 200 people that speak English, French natively from فرنسا, بلجيكا, سويسرا. Donc I was doing all the communication remotely. Donc I was able to communicate and manage a team remotely without the need to be in person. وذاك that helped me بعد in my career as a leader. Performance management بالطبيعة. Donc الستوري بتاع World of Warcraft time I had التيم اللي كنت نلعب فيها الجيلد اللي كنت نلعب فيها over time when I turned guild master a few years later ولات ثاني أحسن جيلد في السيرفر اللي نلعبوا فيه. The first one was a professional team. يعني هم يخلصوا باش يلعبوا الجيم. التيم تاعي was amateur team. And ولينا احنا الثانيين because we really build up performance. معنى كي توصل تعمل performance management في a game, obviously you can do that in your career as a manager. And هذوما حاجات عاونوني برشا بعد when I turned to manager. Conflict resolution. كي تلعب مع العباد وتحل مشاكل وانت لا وعمل هكا، هذوما الكل حاجات يعاونوك بعد as a manager to also resolve conflict within a team that you have from software engineers. Donc الدروس اللي تعلمتها كونه the value of play ولا the value of your passion. معناها whatever is your passion تبعها it can lead you to develop skills in unexpected grounds. لأن ما كنتش نصور لك باش نلعب فيديو جيمز باش نتعلم skills باش يعاونوني بعد في leadership journey بتاعي. لي skills هذوما were transferable. donc اللي كنت نعمل فيه غادي هو بيدو وليت نعمل فيه في in my day job. And these were completely unexpected. Moving forward باش نحكي على the concept of the zone في development of skills. حاجة كانت ديما تعاوني وكنت ديما نستعملها اللي هي getting into the zone. Getting into the zone في الفيديو جيمز كي تلعب ساعات تولي تربح ديما، تولي مركز. You get into deep focus and immersion. That applies to work too. As a software engineer كي كنت أنا develop ونخدم معنا as an individual contributor. ساعات كان عندي environment في وقت معين في الليل. Some kind of music ولا background noise ولا music get me into a mood where I get into the zone quickly. وكي تدخل في الزون هذيك you get a lot of things done in a way high efficiency. Donc الفكرة جت من الفيلم Pixar movie Soul. Donc هم عندهم they really represented this zone as a concept between the physical and the spiritual where artists can go and get in the flow. بالحق معناها كي تولي كي تشوف جربتها في الجيمنج and I really experienced this in my work. ساعات تبدا عندي problem to solve ولا piece to code ولا حاجة لازمني نعملها. It might take days and I'm stuck واحل ما زلت ما لقيتش solution. But sometimes when I get into the flow, you get into the zone, you get it done. Donc الدرس اللي تعلمته هوني هي I need to understand my prime time. What I need to cultivate the zone. يعني لازمني نعرف كيفاش نولي نستغل الزون هذيا باش في ساعة ندخل فيها I get a lot of things done ونخرج منها. And that can make you over time like a 10x engineer, someone who can really get a lot of things done in less time and less effort. وعاونتني ذي to reduce burnout and increase fulfillment. في الآخر ديما عندي إحساس نتاع achievement. كي نكمل معناها كي نخدم حاجة في 4 سوايع اللي كنت نصورها باش تاخذ لي 1 week. It's a rewarding experience. It's an achievement experience. بالحق very interesting. Donc they get into the zone. From another concept that really works well, that I really encourage everyone to think about, اللي هو get out of the zone. And specifically out of your comfort zone. وذي to get out of the comfort zone. خد comfort zone هي that's where you are in control. تعرف كل شيء. Maybe حاجات سهلة متعود عليها. استمار بقى 3 دقائق. The growth zone هي where you can really get a lot of things done. You can find your purpose. You have aspirations. But in between مش تخرج من الكومفورت زون باش تمشي للجروث زون.
فما زوز zones that are difficult to manage اللي هما the fear zone اللي هو تخاف من حاجه جديده و the learning zone اللي هي لازم تتعلمها. دونك نعطيكم اكزامبل. انا كي خرجت من الموبل والجيمنج باش نتعدل distributed systems وبعد AI كي معناها خرجت راسي هكا من الكومفورت زون تاعي. I was like what is this like لازم نتعلم الكونسبتس هذوما الكل. But still like that took the effort to move forward ونتعلمهم وكي توصل للنيو جروث زون اللي هو توا tu maîtrises الارياز هذوما you find out that new growth zone is the new comfort zone or there is other bigger zones. Donc le concept is very good to get people to move forward along the way. Going to my next slide. حاجة تعلمتها في الكارير متاعي اللي هي a good lesson I had from an internship. Donc عملت مرة ستاج وين واحد من المانجرز متاعي قال لي أنا مرة قلت له OK je vais essayer de faire ça. قال لي non mais tu ne vas pas essayer de faire ça, tu vas faire ça. And I used Yoda example here who said do or do not, there is no try. Donc الفكرة وين كي تحط في مخك أنت اللي فما concept متاع trying معناها فما possibility of failure. أما كي تفكر بالidea اللي أنت you are committed to get things done, you really get it done. So it's a different perspective. ووقتها حسيت لي my manager was trusting me more than I was trusting myself. And حبيت في الآخر really at the end of the day I learned that lesson early on. I really need to believe in myself and I really need to build trust and confidence that I can get a lot of things done. وهذه حاجة عاونتني برشا to get a lot of things in my career and move forward. حاجة أخرى حبيت نقولها لي as an engineer ديما نخمو should we go vertical or we go horizontal. معناها اسكو نشدو one technology stack ونتعلموها deeply ولا we go and learn other technology stacks. The answer here is really depends on كل واحد. كلنا different. العباد الكل مختلفة. وكل واحد عنده different concept و different idea what works for them. So for me the answer is balance is key. It's very important for all of you to get to understand your balance. And to wrap this keynote with حبيت نوريكم اللي the best career لكل واحد هي الميكس نتاع الباسيون تاعو لي talents اللي عنده والopportunities اللي قدامه. Et je pense que la passion, utiliser la passion comme étant un motivator for continuous learning. تخليك ديما تتعلم. تخليك you engage into more topics, you engage and you get a lot of things done. من الأول you get good, وبعد you get even better. Donc c'est une compétition contre toi-même et c'est un catalyste pour leadership. Donc voilà هذه هي السيشن تاعي الكينوت بتاعي. حبيت جوست نقول لكم يعطيكم الصحة. شكرا وإن شاء الله نشوفكم في opportunities أخرى. It's been a really pleasure to be here today. شكرا بزاف خي ماهر. سبحان الله الحاجة اللي أثيرتني في التولك ديالك هو كاين بزاف ديال ديفلوبرز اللي دخلوا للعالم ديال الكودين اترافير الجيمين. منهم شي صحابي اللي كانوا كيفلوا لي كيلعبوا اونلاين جيمز وكانوا هما اللي ريسبونسيبل على سيتين اب ذا الرومز. سو بز منهم لقاو راسهم انهم كيقيسوا في تكنيكال ستافز. سو من تما دازونا اخر. قبل ما نودعوك كاينه نايس كويشن اللي سولو ريلي هاد البوينت هذا. وير از ات ذيس از probably yes this one. قال لك question is it right to turn a hobby into a daily job because sometimes ما نحاولش نشرح خليك تجاوب واضح. on peut discuter هذا البوان هذا. Effectivement, it's fair and it's right to turn a hobby into a day job. If the hobby متاعك gets to the level of كما قلت لكم c'est une passion أول حاجة. It's relevant to a job, right? Like مش your hobby depends on your hobby. But if your hobby كما قلت لكم أنا معناها الباسيون الكبيرة متاعي كانت الفيديو جيمز. donc كنت نلعب vraiment فيديو جيمز وحطيت في مخي معناها I stopped thinking about my career في النتوركينج وفي التليكوم في الفيبر اوبتيك. قلت مش خلي ذاك الكل على جنب ومش نركز في الجيمنج. how can I get to be a gamer. donc علاش الكونسيبت هذا interesting خاطر كما قلت لكم قبيله when you are كي تبدا انت تخدم معناها your job is your hobby. You get in the zone easier. ما عادش عندك concept نتاع وقت ونتاع limitations. Every problem is a good problem to have. قاعد انت تشوف في problems اللي بروبليم تاعك سي دي بروبليم دون لا باسيون تاعك. ماكش حتى حد ما هو قاعد يفرض عليك في لازمك تلقى الحل في وقت. دونك عندك intrinsic تتسمى intrinsic motivation. دونك عندك motivation جايه منك انت من داخل تخليك ديما you go forward and you get better. So you get good and then you get better. Donc absolutely the answer is yes here as long as it makes sense.
yeah agree كيبقى just داك الفير maybe مع المده حيت job is a job and the job at the end is not a funny thing that we have to do each day وابخي يمكن كيبقى ديك challenge maybe واحد المده عاد تبقى you will find yourself that you are not enjoying your hobby anymore because it becomes your job. I think this is the only challenge that you have. But at the end I think احسن حاجه ممكن توقع لك هو انك تلقى راسك كتخدم داك الشيء اللي انت كتبغي. بالطبيعه exactement. That's it. Monsieur Maher, vraiment كان شرف لنا انه دعمنا التولك هذا معنا في باب لاكونف. شكرا بزاف على هذا الوقت ديالك. سورتو انا عارف بايدو الناس اللي كيعرفوا الناس اللي متابعين معنا راه السي ماهر شنو ساعه دابا نتوما عندكم في امريكان؟ توا 7:30 37. سي ماهر فخلوه مع 6 الصباح just to make the talk. So thank you so much. افطروا بزز. شكرا بزاف خاي ماهر وان شاء الله نتلاقاو في فرصه قادمه ان شاء الله. يعطيكم الصحه بسلامه الناس شكرا كلها. سلامه. Okay, so this is it. It was the first talk of today. It was a keynote. دابا ندوزو للسي حمزه الرباطي. سي حمزه يدير له واحد التولك اللي انا صراحه كان انتريسين براسي. هذه واحد 3 شهور تقريبا بروتوك باف وسي حمزه اليوم هضرنا عليه. سي حمزه ار يو ريدي؟ يس فور شور. كتسمعني مزيان ياك؟ يا كنسمعك مزيان. Great. 1 جو.